مساء الفل. هنعمل في فيديو النهاردة شوربة الكوارع بطريقة بسيطة خالص وهتطلع معاكم مظبوطة وطعمها تحفة. اول حاجة هنجيب الكوارع ولازم تكون متنضفة كويس بملح وليمون ودقيق. بعد كده في حلة فيها مية بتغلي وهنزل بالكوارع ومش هضيف معاها اي حاجة خالص، هسيبها كده على النار ربع ساعة وبعدين هصفي الكوارع من المية دي خالص، مش عايزينها تاني. هنا كده بقى بعد ما اخدت غلوة هصفيها بقى من المية دي، لان المية دي بيكون فيها كل الزفارة او اي حاجة احنا مش حابينها. وفي نفس الحلة برضو بعد ما غسلتها هنزل بقى بمعلقة كبيرة سمنة، هسيبها تسخن، بعدين هحط عليها كام فص مستكة وورق لورا وحبهان وفلفل اسود، ويفضل طبعا ان الفلفل الاسود يكون فلفل حصى بس ما كانش موجود عندي. واول ما بشم ريحتهم هنزل على طول عليهم بالكوارع تتشوح معاهم كده. بعدين هنزل عليهم بالخضار، بصل وطماطم مقطعه قطع كبيرة كده، ممكن كمان تضيفوا جزر وكرفس. بشوحهم بقى كده تشويحة حلوة. بعدين هضيف عليهم مية مغلية، لازم تكون المية مغلية علشان ما تشدش معانا وتستوي بسرعة. هغطي عليها الحلة بقى وهسيبها حبة حلوين على النار، بهدي عليها النار وبسيبها حوالي من ساعتين ونص ل3 ساعات مثلا. وفي اخر ربع ساعة كده بضيف الملح، وكل شوية بنفتح عليها وبنقعد نزود مية سخنة لان المية بتنقص كل شوية بس. وده شكلها كده لما استوت حرفيا دايبة. بدخل فيها الشوكة كده بتأكد انها استوت. ممكن بقى تحطوها في طاجن وتحطوا على وشها صلصة متسبكة وتدخلوها كده 10 دقايق تحت الشواية وتاكلوها زي الفتة مع رز وعيش ودقة التوم. وممكن تخلوها خالص وتاكلوها مسلوقة مع الشوربة بتاعتها. انا بحب اخليها كده واحط عليها الشوربة بالشكل ده كده مع رشة فلفل اسود من على الوش وليمون، بتكون حلوة قوي. جربوها هتعجبكم قوي، بألف هنا.